أنا النهاردة حسي مرهف قوي ومشاعري جياشة جدا، وعشان كده هسألكوا بعض الأسئلة. اللي هيجاوب إجابة صحيحة وصادقة ومريحة هياخد يا إما دبدوب يا إما قلب يا وردة. على فكرة الوردة دي بتنور 3 سرعات. حضرتك ليك قاعد، حضرتك بتحب حد؟ بحب البلد لا بتحب شخص يعني؟ طبعا. مين نعرف مين؟ بنتي بنتك يعني بتحب حد؟ طبعا. في حد طايقك؟ قصدي بيحبك؟ اكيد. في حد بتحس انه بيحبك قوي حتى لو ما عبرلكش؟ اكيد بتقابل الشخصيات دي؟ طبعا. حضرتك بتحبي بسبب ولا الحب من غير سبب قلة أدب؟ انا بحبك انت بصراحه. كرافته حلوة تجنن. بتدي رمز الحب. انت من غير اي حاجه والمنديل. بحبك. تحفه. لازم يكون في سبب للحب ولا في ساعات الإنسان بيحب من غير ما يبقى عارف السبب؟ لا هو ملوش سبب عدم. ما اعرفش، كان عندي قناعة حتى من صغري اني لو عرفت السبب لحبي بحس انه ناقص. لما اقول انا مش عارف بحب ليه بعتقد ان ده شيء اصدق، مش كده؟ هو ده الحب، انك مش عارف بتحب ليه. الحب ملخص بين راجل وست بس؟ لا، الحب حاجات كتيرة وبيكملوا كمان. لازم يكون في احترام وثقة وصراحة وإخلاص. فتحت لي سكة كويسة جدا. هل ينفع تحب حد ما بتحترموش وممكن تحترم حد ما بتحبوش؟ كله بيكمل بعضه، لازم يكون مع الحب. لأنه إيه؟ لو سقط مني الاحترام لشخص معين مستحيل أحبه. بتحب بلدك؟ أوي. هي كمان بتحبك؟ الله أعلم. ولا حب من طرف واحد؟ أه. يعني أنت ممكن تحس إن بلدك بتحبك طبعا. وممكن تحس إنها ما بتحبكش. في بعض الأحيان. إزاي؟ ما تخافش، ما حدش بيتاخد هنا أمنيا خالص يعني. يعني هنتكلم على ظروف الشباب، هنتكلم على فرص عمل. بس يعني دي أهم حاجة. لما تصطدم أو يصطدم احتياجك أو حقك، لما يصطدم إنك مش واخد حقك بتحس إن البلد ظلمان. أوكي. مين متجوز هنا؟ زوج وزوجة؟ اتنين؟ طب حد تاني؟ طيب حضرتك بقى. بسم الله. حضرتك بتحب مراتك؟ طبعا. ولا جوزتها تخليص حق ولا ايه؟ مش فاهم. بتحب مراتك ان شاء الله. بتعبر لها عن حبك من غير كلمات، بيوصل لها حبك؟ تسألها هي. صح. بيوصل لك حبه من غير كلمات؟ أفعال. افعال. الكلمات بتخافي منها؟ لا، بتحصل كل فترة كلمة، بس أفعال أكتر. ارحم ما يبقى كلام كتير وافعال اقل. طيب مين متجوز؟ حضرتك؟ لا انا مش متجوز. انا اللي متجوزه. انت متجوزه. جوزك وهو ماشي معاك في الشارع بيحط ايده في جيبه؟ في جيبه؟ لا، بيأنججني او يمسك ايدي. مع انه المفروض يحط ايده في جيبه. ليه؟ خلي باله.
لا هو بيخاف عليا، لازم يمسك ايدي او يحط لو ايدي ما عليا. مسكش ايدك وهو ماشي جنبك بتتضايقي؟ انا اتعودت على كده، ان هو لازم يمسك ايدي او يحط ايده على كتفي كده، يعني بحس بالامان اكتر طبعا. لما تبقي زعلانه منه وماشيه معاه في الشارع بتحسي انك مش عايزه يمسك ايدك؟ لا ببقى نفسي ان هو يمسك ايدي انت زعلانه. وانا زعلانه. بتحب اصحابك اكتر ولا عيلتك؟ خليك صادق. لا عيلتي طبعا. تحب عيلتك اكتر. يعني انت خاين بالنسبه لاصحابك. ليهم وقتهم وليهم وقتهم. في وقت في لاصحابك وقت للصحاب بتحبهم وفي فيه وقت وتعبر عن حبك لازم في ليهم، وقت للعيله ووقت وفي وقت للصحاب. ما حسيتش ابدا انك انت مقصر مع عيلتك او اسرتك؟ دايما. مقصر. اه ليه؟ ظروف الحياه والشغل طب ده الحب ماله؟ يعني انت ما بتبقاش محتاج انك تقابل حد وتعبر له انك بتحبه، ولا احنا بننشغل عن ده؟ بننشغل، وظروف الحياه بتخلينا ان تعبيرنا بالحب لكل قرايبنا واللي بنحبهم بتبقى افعال بس. طيب هل احنا نستنى لما ظروف البلد او ظروف مجتمعنا تتصلح وبعدين نبدأ نحب، ولا ان احنا لو خدنا قرار ان احنا نحب ده اللي هيصلح البلد؟ لو خدنا قرار ان احنا نحب ده اللي هيصلح البلد. اخر مرة قلت لمراتك بحبك؟ يا ده هيفتكر. امبارح. امبارح. عشان هتسهر النهارده. لا عشان كانت هتعملي غدوه كويسه. طب اخر مرة هي قالتها لك؟ هي تقريبا بتقولها لي كل يوم. ياه. اه كل يوم بتقولها لك؟ بصراحه اه. ووقع الكلمة عندك كل يوم بتفطر ولا هي؟ هي هياها، لان هي بتبقى قايلاها لسبب دايما وسبب محسوس وبنتيجه افعال. احنا علمونا في معهد تمثيل، كان منهج لجورتوفسكي، يعني راجل مدرسة مسرحية، علمنا ان ازاي نقول كلمة نكررها كتير قوي. فالممثل يبدأ يقول ايه؟ بحبك 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 بحبك، ويقول كتير قوي، يقول كتير قوي لغاية لما يوصل لحظة فعلا يفقد معنى الكلمة. هل احنا بنقول كلام حب ورا بعض كتير لغاية لما فقد مدلوله وفقد معناه؟ ما بتحبيش انك تسمعي الكلام ده كتير؟ ولا اصل الست بتحب تسمع الكلام ده كتير؟ ممكن اسمعه لو محتاجه بجد ان انا اسمعه، بس لو مش محتاجه ان انا اسمعه فحاسه ان انا بسمعه كده وخلاص مش هبقى حاسه إن أنا احتياج عايزة بس أسمعه. ولا الطرف الاخر اللي كل شويه يقول لك انا بحبك قوي، مش زي ما انا هبقى- عملت كده ودخلت من الناس ما اعرفهاش وبحبكوا قوي؟ مش هبقى مصدقه. مش هتبقي مصدقه؟ لا، طب الحب بيقوي ولا بيضعف؟ في حب بيقوي في حب بيضعف. تمام. امتى بيضعف؟ اعتقد لما انت تحبي قوي، اعتقد لما الحد يحب قوي لما يحب قوي بيضعف. بيضعفه. بيضعف البني ادم. بيضعف البني ادم اللي بيحب قوي. بالظبط. طب انا عايز اعرف من كل واحد بسرعه كده، يعني ايه حب؟ حط لي تعريف للحب. بيبقى عبارة عن اتنين اتقابلوا حبوا بعض. ده فيلم عربي، لا مش عايز كده فيلم. معنى الحب من وجهة نظرك؟ هو ما ملهوش معنى، يعني تبقى حاجة تلقائي كده، أما أعتقد شعور. بالظبط. يعني ايه حب؟ معنى الحب. معنى الحب تضحية. تضحية.